كيف يمكن للبشر الانتقال إلى عوالم أخرى عبر الثقوب الدودية؟ وماذا تقول ناسا عن سكان كوكب تيا في جوف الأرض؟ هل يمكن أن تتحول الأحلام إلى حقائق؟ وما تتم مشاهدته عبر أفلام هوليوود يجد طريقه إلى عالم الواقع. في مقدمة الأفكار التي شاغبت عقل البشر تأتي فكرة السفر عبر الزمن، والتي تبقى في مساحة بين الخيال والحقيقة، لا سيما إذا تعلق الأمر بقضية البوابات النجمية، والتي كثر الحديث عنها عن وجودها في غالبية دول العالم. هل السفر خارج الكرة الأرضية فكرة مقبولة علميا أم أنها ضد المنطق؟ وإذا كانت كذلك فلماذا تحفظ عديد من الأمم روايات بعضها حديث العهد لبشرين اختفوا فجأة على سطح الكرة الأرضية ولم يخلفوا وراءهم أي أثر؟ تبدو قصة مثيرة وربما خطيرة، وغالبا لن يستطيع أحد الوصول إلى أبعادها، في وقت أن الأجهزة الاستخباراتية تدرك جيدا خطورة تسرب المعلومات الخاصة بها، إذ أن البعض يقول أن هناك تواصل يجري بين كائنات خارجية بعضها من فوق الأرض والبعض الآخر في جوفها، بل وإن هناك اتفاقية سرية جرت بها المقادير بين هؤلاء وأولئك. فهل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا توجد كائنات غير البشر يتواصلون معها عبر هذه البوابات؟ وما هي طبيعة هذه البوابات من الأصل؟ وهل هي موجودة أصلا؟ هذا ما سنحاول اكتشافه في هذا الفيديو. قبل أن نبدأ، أنا عادل أجاجيك. إذا كنت تشاهدني لأول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ترك تعليق محفز، هذا يجعلنا نستمر ونستمر ونستمر. شكرا لك. البوابات النجمية أو النوافذ البعدية أو الكونية يمكن القول أنها تسمح بالانتقال من مكان إلى آخر ومن زمن لآخر مهما كان بعيدا، وتسمح أيضا بالانتقال بين الكواكب وبعضها البعض. والعامل الرئيسي الذي يساعد على الانتقال هو ما يعرف بالثقوب السوداء. هذه الأخيرة ترتكن إلى نظرية فيزيائية تعرف باسم أينشتاين-روزين بريدج، ومفادها بأنه حين ينهار أحد النجوم أو تتداخل قوى مغناطيسية للأرض والشمس في الفضاء يحدث ما يعرف بالاختلال في الزمن الفضائي، والذي يؤدي إلى وجود حقل فضائي مكثف. ويمكن فتح هذه البوابات بمواقع على الكرة الأرضية تدعى النقاط الدوامة، وهدفها نسف المئات من الأميال بين النجوم والمجرات والانتقال بينها دون التقيد بالقوانين الكونية، أي الأبعاد الكونية المعروفة، وهي الطول والعرض والارتفاع. فيما البعد الرابع الذي أشار إليه عالم الفيزياء الأشهر ألبرت أينشتاين يعرف باسم الزمكان، وهو مزيج من الزمان والمكان معا. ولا تنسى إذا أعجبك المحتوى الذي أقدم لا تبخل علينا باشتراكك في القناة، وشكرا. قد لا تبدو فكرة الدخول والخروج من خلال البوابة النجمية فكرة جديدة على البشر، فقد تناولها الفلاسفة والمفكرون وتوقف عندها علماء الفيزياء والنفس، ومع ذلك تبدو مساحات الغموض فيها أعمق بكثير جدا من حيز المعرفة. ولكن من المؤكد أنه من المستحيل تحديد أماكن البوابات النجمية بصورة قاطعة ومحددة، مع العلم أنها غير مستقرة، الأمر الذي يتطلب سنوات لتحديد مكان إحداها إن أمكن ذلك. وربما يكون من الصعب الحديث في هذا الفيديو عن البوابات النجمية كافة على سطح الكرة الأرضية، لا سيما أنه في غالب الأمر هناك بوابات نجمية تشكلت في عصور سابقة علينا ولم تعد موجودة اليوم، وبعضها الآخر لا يزال يمثل لغزا كبيرا. فمن بين هذه التي تشكل لغزا بالنسبة لنا سون هونغ، وهو أثر صخري من نوع كرومليش ويرجع إلى عصر ما قبل التاريخ، ويوجد في سهول ساليسبري بمقاطعة ويلتشاير جنوب غربي إنجلترا، ويرجع تاريخه لأواخر العصر الحجري وأوائل العصر البرونزي، أي ما بين 1000 و3000 قبل الميلاد. تبدو أحجار دائرية وكأنها مدخل إلى جوف الأرض أو منطلق لعنان السماء. ومكان آخر يجمع الباحثون على أنه بوابة نجمية، ونعني به مثلث برمودا الغامض، وهو منطقة جغرافية على شكل مثلث نحو 1500 كيلومتر كل ضلع، ومساحته تبلغ مليون كيلومتر مربع. يقع في المحيط الأطلسي بين برمودا وبورتوريكو، ويروج عن تلك المنطقة اختفاء العديد من السفن والطائرات فيها، وكأنها بالفعل خارج الزمن أو متصلة بعوالم أخرى غير مرئية. أما أشهر تلك البوابات التي ستجري من حولها قصتنا اليوم فتوجد في دولة عربية، ألا وهي مصر، في منطقة تعرف باسم أهرام أبو سير، وتقع في محافظة الجيزة شمال منطقة سقارة. والشق اسم أبو سير من الاسم المصري القديم
بر أوزير، والتي تعني مقر الإله أوزوريس، وتضم منطقة أبو سير مقابر ملوك الأسرة الخامسة، ومنها هرم الملك ساحور وهرم الملك نيأوسرع، إضافة إلى معابد الشمس ومعظم أهرام أبو سير. تهدمت بشكل شبه كامل إذ بنيت من الطوب اللبن، بينما المعابد ما زالت قائمة بسبب تشييدها من الأحجار. المثير أن هناك شعورا عاما يلف جميع الذين ساروا في تلك الأماكن وزاروها، يتمثل في إحساسهم بطاقة غريبة تحلق حول المكان، بل أكدوا أنهم كانوا يشعرون بدبدبات تخرج من أجسامهم بنمط نبضات القلب نفسه. أما البعض الآخر فأبلغ عن رؤية ضوء أزرق يخرج من تلك الأماكن. فهل نحن أمام قصص حقيقية يمكن أن يكون للعلم دلالة عليها، أم أننا إزاء ما ورائيات ليست أكثر من هلوسات سمعية وبصرية؟ يرى البعض أن هناك روابط ما بين الحضارات البشرية المعاصرة والحضارات البشرية السابقة عاشت بها وعليها كائنات من خارج كوكب الأرض، لكن البعض الآخر يرى أن قصة البوابات هذه لا تتجاوز حقيقة ما يعرف بالعمارة الهندسية، والتي تستخدم على الغالب في الطقوس الدينية، تلك المرتبطة بالعقائد المختلفة عند أتباع الحضارات. لكن هناك تساؤلا مهما، بل تساؤل جوهري لابد أن يطرح في هذا الحديث عن البوابات النجمية، وهو علاقتها بالأبعاد الكونية وما يدركه الإنسان وكذلك ما لا يدركه. هنا من الواضح قصور بعض الحواس، لا سيما البصر والسمع، التي تساعد في إدراك أمور غير محسوسة ولا ملموسة أو منظورة، على عكس القلب الذي يشعر بما هو أبعد من تلك الدوائر. ولا يستطيع الإنسان سماع ترددات الراديو أو ما يدور من حقول الطاقة المغناطيسية من حوله، علما بأنها موجات كهرومغناطيسية مشابهة لموجات الضوء. ويرجع ذلك إلى قصور الحواس الخمس عن إدراك ووعي ما وراء الأبعاد الكونية المعروفة. وهذا يعني أنه ليس كل ما يدرك بالإمكانيات البشرية التقليدية هو غير موجود، بل يصح القول إننا قاصرون عن إدراكه في الحال، لكن ربما يكون من الممكن إحاطة به في المستقبل. ربما طبعا عندما نقول الفضاء والكون والبوابات النجمية يجب أن نقول ناسا. الحديث عن البوابات النجمية والمنافذ الفضائية لم يغيب عن أنظار وكالة الأبحاث الفضائية الأمريكية، حيث ذكرت أنها أوكلت الأمر إلى البروفيسور جاك سكوادرا، عالم البلازما الفيزيائية في جامعة أوتاوا، والذي قدر له بشكل ما الكشف عن جانب من الجوانب الخفية لهذه البوابات النجمية. ما تم التصريح به من قبل الوكالة موصول بالكشف عن تقنية جديدة لتحديد مكان هذه البوابات، والتي لم يكن من الممكن التنبؤ بمكان ظهورها من قبل. وبحسب سكوادرا تم تحديد أكثر من نقطة على وجه الأرض أطلق عليها اسم إكس بوينت، وتتسم بحقول مغناطيسية عالية بين الأرض والشمس، ويمكن تحديدها بما سمته الناسا الأدوات المناسبة. وهنا يلاحظ أن جوهر القصة لم تكشف عنها الناسا، كما أن تلك الأدوات ظلت حتى الساعة في طي الكتمان. في سنة 2015 أقرت ناسا بأنها أمضت أكثر من عقد من الزمن تبحث عن منافذ من الأرض إلى العوالم الخارجية، ووجدت أن هذه النقاط بالتحديد التي تستطيع رؤيتها بالعين المجردة كالأضواء الشمالية أو أضواء القطب الشمالي والعواصف الجيومغناطيسية. وعلى أن سكوادرا وفريقه لم يتمكنوا من الجواب عن السؤال الحيوي والمصيري، بل السؤال الجوهري إن أمكن القول، والذي هو ما الهدف من تلك البوابات، الأمر الذي يبقي جدلا كبيرا في الأوساط العلمية قائما إلى أجل غير مسمى. هناك معلومات تتضارب على أن العديد من هذه البوابات وجدت في دولة العراق، وهذا ما جعل إيران وأمريكا يضغطون عليها ويحاولون غزوها بكل الطرق، فهدفهم الأساسي هي تلك البوابات النجمية. الأمر غريب، يبدو أنه أبعد من الحقيقة، ولكن مع مرور الزمن وتغير العديد من الأشياء التي كانت تبدو غريبة في الماضي وغير منطقية أصبحت تبدو عادية ويتقبلها العقل البشري، فمن الممكن أن تظهر تطورات وتكنولوجيا جديدة تساعد على تحديد وجود هذه البوابات النجمية وعلى معرفة الهدف منها. أتمنى أن أكون قد استطعت إيصال الفكرة بطريقة واضحة وبسيطة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تعليق محفز، هذا يجعلنا في الاستمرار وتقديم الأفضل. شكرا على وقتكم، شكرا على دعمكم، وهذا ما كان. دمتم سالمين.